السلام عليكم شباب، اهلا بكم في فيديو النهارده. ان شاء الله النهارده هنعرف ازاي نحل مشكله الكريدنشال من جوجل كلاود. ناس كتيره بتحصل معاها نفس المشكله، ان هي كريدنشال من جوجل كلاود بتفصل بعد 4 ايام من الاسبوع، وانت طبعا بتكون مفعل او مشغل الورك فلو بتاعك على الببلش، فمش عايز الورك فلو يقف منك. فان شاء الله فيديو النهارده هنعرف ازاي نحل المشكله دي، ويلا بينا نبدا على طول. طيب يا شباب، دلوقتي هنبدأ من على منصة رؤية اي اي. كتبنا هنا في السيرش رؤية اي اي، هنخش هيفتح معانا بالشكل ده. هتسجل دخول عادي جدا بجوجل او جيت هاب، هيسجل معاك يعني في خلال ثواني بالظبط، هيخش معاك على طول. طبعا احنا مسجلين فهنخش على طول. طيب انا وريتك قبل كده ازاي تشتري في بي اس او ان ات ان حتى من منصه رؤيا اي اي، وشفنا واشترينا 3 شهور تقريبا. تمام. طيب وكنا دخلنا هنا على ان ات ان سيلف هوستد، شفنا الباقات المختلفه وعرفنا بتفرق بين ايه وايه. وحاليا برضو بيوفروا اكتر من 2200 ورك فلو مجانا مع اي باقه هتاخدها. تمام. وكمان بيوفروا خدمه ايفوليوشن اي بي اي اللي هي بديله الواتساب. وطبعا طريقه الدفع وريتك كل الحاجات دي في الفيديو السابق، وهوريك برضه اسيبهولك في الديسكريبشن اللينك الفيديو. طيب وعندنا كمان كلاود في بي اس فول اكسس، تقدر تنزل عليه بقى النت ام فيوليوشن ايا كان اللي انت عايز تنزله عليه، في اوس مختلف، فيرجن مختلف، كنترول بانل مختلف. تقدر تختار اللي انت محتاجه لشغلك. تمام. طيب حاليا هنبدأ نشتغل من رؤية اي اي على التراي فري. تمام، بيوفروا تقريبا ساعة نقدر نخلص عليها الفيديو، يعني نحل مشكلة الكريدنشال. طيب هنضغط تراي فري وهنعمل كرييت ان ات ان. طيب حاليا ان ات ان فتح معانا. هنعمل كده كرييت ورك فلو، هنعمل بس ورك فلو كتست بسيط كده عشان نبدأ نجرب او نحل مشكلة الكريدنشال. تمام، خلينا كده نحمل. طيب خلينا نعمل اون شات مثلا. تمام، وخلينا نجيب ايجنت اي اي ايجنت كده. خلينا نفعل السيستم برومبت. طيب بالنسبة للشات موديل احنا ممكن نستخدم الكريدت الفري اللي بيقدمها رؤية برضو. طيب انت هنا لو سرشت مش هتلاقي رؤية اي اي معاك. هنضغط على السيتنج هنا، هنضغط كوميونتي، نعمل انستول. ممكن نروح على البراوزر هنا كده نحمل، وهنمسح المكتوب في السيرش وهنكتب رؤية اي اي، ونضغط على كشات رؤية شات. وهناخد الانستول ده هنا، ناخد ال الكود ده او او الاسم النود من هنا، ونروح على ان ات ان، ناخد كده نحذف اللي قبل ان ات ان understand install. طيب هنا النود نزلت بالفعل عندنا رؤية شات موديل. تمام، هنروح هنا على الرؤيه. دخلنا على ال ام اي بي اي، لقينا معانا نص دولار، وده بينزل مع كل اكونت كل ما تسجل يعني عموما. وفي موديلات كويسه جدا تقدر تستخدمها، وعلى الفري ده كويس جدا يعني نقدر نتست عليه او نكمل فيديو عليه. تمام. طيب هنا هنرجع للورك فلو، وهنروح على الايجنت، نضيف الشات موديل، حمل، نضغط هنا شات موديل، وهننزل تحت هنلاقي رؤيه اتضافت، هنضغط عليها اد ورك فلو. تمام، وخلينا نعمل سيت اب للكريدنشال. طيب خلينا نمسح ده كده، ونروح هنا على اي بي اي كي، نعمل كرييت اي بي اي، خليه تيست كرييت. ناخد ده كوبي كده، وهنرجع للورك فلو هنضيفه هنا، نعمل سيف او ريتراي هنا كده. ممتاز جدا، اشتغل معانا. طيب هنا هنختار الموديل، ايا كان موديل بقى، ممكن نشوف اسعاره في جزء ال ام. تمام، وخلينا كده نجرب نقول اهلا مثلا، اي حاجه نجرب بس عليها. اهلا، كيف يمكنني مساعدك؟ طب تمام زي الفل، اشتغل معانا.
طيب دلوقتي بقى عايزين نضيف مثلا خلينا نجرب جوجل شيت. تمام، نحل مشكله الكريدنشال اللي هي بتفصل منه. جوجل شيت ضفناها كتول دلوقتي حاليا في الايجنت، ممكن تستخدمها ايا كان. طيب هنا حاليا عايزين نعمل سيت اب للكريدنشال. تمام، طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ هنروح على جوجل كلاود كونسول. تمام، هنضغط هنا هيفتح معانا بالشكل ده. طيب هنا هنضغط فين؟ هنضغط على كلمه كونسول في الجنب. وممكن يفتح معاك على تسجيل الدخول، ممكن يفتح معاك على الشكل ده، ولكن خلينا نعمل اول سيلكت بروجكت ونعمل نسجل حساب، ننشئ حساب. طيب هنا هتعمل بس اجري. عموما ممكن يكون مش ظاهر معاكم، ولكن بس هي كلها موافقات او تسجيل، بس انشاء حساب مش اكتر. طيب خلينا نضيف دي ونسلكت هنا نيو بروجكت. ممكن نسمي البروجكت اي حاجه، ممكن نخليه N8N ونعمل كرييت. طيب خلينا نضغط كده، اعتقد اشتغل معانا، بس خلينا نختاره من هنا الاول. ممتاز جدا، ظهر معانا ان 12. تمام، طيب خلينا الاول بس نفعل جوجل شيت ونفعل الدرايف عشان نقدر ناخد الكريدنشال او نربط الكريدنشال. طيب هنكتب هنا ايه؟ هنكتب جوجل شيت ونشوف ويظهر معانا هنا. المفروض نكتب اي بي اي. طيب ظهر معانا اول اختيار جوجل شيت اي بي اي، هنضغط عليها ونفعل تشغيل يعني الاي بي اي. طيب خلينا كده سريعا نعمله. طيب كده جوجل شيت اي بي اي اشتغل معانا، عملنا له انيبل. تمام، وهنعمل هنا برضو في السيرش جوجل درايف وهنعمل له برضو انيبل. تمام، ولحد ما يشتغل معانا هنفتح كده الداشبورد بالنسبه لك. تمام، في جوجل كلاود ضغطنا على كونسول ودخلنا يفتح معانا بالشكل ده. طيب هنروح فين؟ هنروح على الثلاث نقط اللي في الجناب او الثلاث شروط اللي في الجناب. تمام، وعندك هنا اي ام اي ادمن. تمام، هنبحث فيها على حاجه اسمها سيرفر اكونتس. تمام، نضغط عليها. تمام، لما ضغطنا هنا كده هيفتح معانا بالشكل ده. دلوقتي احنا اكونت جديد. تمام، هنضغط كرييت سيرفيس اكونت وكده اتعمل له هنا enable. ده تمام. طيب هنا خلينا نسميه، هو خاص بالجوجل شيت، خلينا نسميه شيت مثلا، وخلينا نعمل create and continue. طيب هنا في الرول هنعمل ايه؟ هنختار ايه؟ هنضغط editor، نختار اللي هو الملف اللي هيطلع او الاي بي اي اللي هيطلع الكريدنشال اللي هنعملها، عايزها تتحكم في ايه؟ احنا هنتحكم في جوجل شيت او الدرايف او غيره. طيب نخليها على editor، نضغط هنا editor كده هنا. كانت ظاهرة هنا editor. اول اختيار جالنا هنا نضغط عليه. وبرضه ممكن نضيف كمان رول على كافيور مثلا. تمام، خلينا كده هنا يورا ظهرت معانا. ممتاز جدا، نضغط كونتينيو هنا كده.
وهنا هنسيب دي فاضيه، هنا هنضغط دون هنا كده. طيب هنا فتح معانا بالشكل ده لما عملنا السيرفيس اكونت. تمام، هنضغط عليه من هنا، احنا اخترنا دلوقتي الشيت. تمام، فهنضغط عليه هنا الجزء ده كده على الايميل اللي اتعمل بيه. طيب هنخش هنا على كيز، هنعمل اد كي وهنعمل كرييت نيو كي. طيب هنا عندك حاجتين ب 12 وجيسون، هنضغط على جيسون كرييت. عمل لنا ابلود هنا لملف جيسون نزل فيه المفروض المفتاح او المفاتيح الخاصه بالسيرفيس اكونت اللي هنستخدمه فيما بعد على N8N. طيب حاليا هنعمل ايه؟ هنروح على N8N. تمام، وهنا فاتح معانا على الاوثنتيكيشن 2، هنضغط على سيرفيس اكونت كده. هيظهر معانا المطلوب هنا مطلوب سيرفيس اكونت ايميل ومطلوب برايفت كي. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الملف اللي نزلناه من جوجل كلاود. تمام، هنفتحه كده ونبدا ننزل تحت خالص. هيظهر معاك، هو طبعا ظاهر معانا في التصوير او لا، ثواني، هو مش ظاهر معانا ولكن نقدر نضيفه حاليا. طيب هيكون ظاهر معانا بالشكل ده برضو عشان الفيديو ما يكونش فيه مشاكل. طيب هنا هيظهر معاك تحت الكلاينت ايميل، او خلينا نشوف فين كلاينت ايميل. هو كلاينت ايميل ده هناخده من اول كلمة شيت لحد .com الاخيرة، ناخد ده كده كوبي ونحطه في اول اللي هو في الايميل. تمام، والبرايفت كي هيبدأ معانا منين بقى؟ نطلع فوق خالص هتلاقي برايفت كي من اول الشرط الموجودة دي كده، هناخدها لحد تحت لحد اخر جزء اللي هو مكتوب فيه اند. تمام، اند برايفت كي لحد اخر شرطة موجودة، وهنعمل كوبي وهنخش هنا هنضيفه هنا وهنعمل سيف. تمام، هو الكريدنشال كده اشتغلت معانا زي الفل. تمام، ولكن ناقص خطوة واحدة كده. ايه اللي هنعملها؟ طيب ايه هي الخطوة؟ دلوقتي احنا ربطنا بالسيرفيس اكونت، نضغط هنا، الكريدنشال اشتغلت تمام معانا، ولكن ممكن ما يسمعش على الجوجل شيت اللي انت رابط بيه. طيب هنعمل ايه ولا نحلها ازاي؟ هنضغط هنا على جوجل شيت عادي جدا، على الشيت. خلينا نعمل شيت كده بسيط مثلا تست عليه. خلينا نسميه مثلا رؤية AI. طيب خلينا نكتب مثلا هنا اكنك هتعمل مثلا ورك فلو هيخدم او هتسحب منه مثلا معلومات معينه لعملائك. تمام، خلينا مثلا نخلي هنا في نيم وايج مثلا بليس، بس ثواني كده، مثلا نخلي هنا الايج ونخلي الاولى هنا النيم ونخليها هنا بليس. تمام، نخليها برضو بالشكل ده. تمام، ونخلي مثلا اكن معلومات موجودة عندنا هنا احمد عمره مثلا 12 ساكن مثلا، خلينا في اليكس مثلا، ونروح على الورك فلو كده نشوف هل هيظهر معانا ولا لا. خلينا نعمل ريفرش مثلا كده، ريفرش ليست، ريفرش فاليو كمان. طيب هنا كده ممكن ما يظهرش معانا، هو ممكن يظهر معاك او يظهر مع ناس او ممكن ما يظهرش مع الناس. طيب الحل بتاعها ايه بالظبط؟ شايف كده الشيت بتاعك، هتضغط على كلمة شير. تمام، وهنعمل هنا ك anyone with the link. تمام، اللي هو اي حد مستخدم اللينك يقدر يعمل ايه، هنخليه على فيور. تمام، ونعمل كوبي لينك ونعمل دون. طيب هناخد اللينك ده نعمل بيه ايه؟ هنضغط هنا from او by URL وهنحط اليو ار ال هنا. تمام، وهنعمل هنا على الليست المفروض يظهر معانا شيت 1 اللي هو الشيت ده اللي احنا واقفين عليه، شيت رقم 1. تمام، طيب هنعمل هنا جيت كده، هنجرب
ممتاز جدا. شايفين معايا كده هنا جاب احمد 12 اليكس، وبالفعل كده يبقى احنا حلينا مشكله الكريدنشال. كده عمرها ما هتفصل معاك ولا هتقف معاك نهائيا، هتقدر شغاله على الشيت وتقدر تعمل مشروعك على الببلش بدون اي مشاكل ولا قلق، حتى ان ممكن تفصل او شغلك يفصل لو انت شغال شات بوت او خدمه عملاء على الورك فلو. فبالطريقه دي تقدر تستخدمها حتى كمان على جوجل درايف او ايا كان الخدمه من جوجل كلاود. طب احنا هنا حتى لو عملنا درايف هتلاقي نفس الفكره برضه، هتربط الكريدنشال او تعمل الملف او الفولدر كله اصلا على باي مثلا باي يو ار ال، وتعمل يو ار ال بتاعك ببلش. تمام، ببلش هيكون في طرق امان سيكريت كتير تقدر تعمل بيها الطريقه دي، ولكن دي افضل طريقه. تمام، ممكن يظهر معاك هنا مثلا زي المنظر اللي ظاهر هنا كده ان هو اشتغل معانا على طول على السيرفيس اكونت، اشتغل معانا ان هو يظهر لنا ملفاتنا على جوجل درايف بشكل امن، وممكن بالطريقه اللي وريتها لك على جوجل شيت. تمام، وبكده يا شباب يبقى احنا خلصنا فيديو النهارده وحلينا مشكله الكريدنشال اللي بتفصل. وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جايه هنحل مشاكل اكتر وكل المشاكل اللي بتواجهكم. ولو في اي حاجه واقفه معاك يا ريت تكتب لنا في التعليقات او تتواصل مع الدعم على رقم الواتساب في اسفل الفيديو. وشكرا ليكم.